أهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم ساندويتش مختلف تماما، طعمه روعة. شايفين العيش بتاعه عامل ازاي؟ تحفة. ممكن نعمله كده ونقطعه على قد ما احنا عايزين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنشوف هنعمله ازاي بأسهل طريقة. أول حاجة هنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، كوبايتين من المية الدافية. خلاص حفظتوا معانا، هنقلبهم عشان نختبر الخميرة شغالة ولا لأ. ندوب الخميرة كويس ونغطيها ونسيبها نص ساعة لحد ما الخميرة تتفاعل. دلوقتي خلاص عملت الفقاعات دي، معناها الخميرة تمام. هنضيف 4 كوبايات من الدقيق. العيش ده بيطلع حلو قوي وطعمه مختلف عن اي عيش تاني. نعمله بقى سندوتشات اي نوع حشوة احنا بنحبها. هنحط معلقة كبيرة من الملح وربع كوباية من الزيت. هنبدأ بقى نعجن كده على خفيف عشان الملح يتقلب مع الدقيق، وبعدين نبدأ نعجن كويس. خلاص العجينة سهلة جدا واتلمت معانا بسهولة. مش عاوزة اطول على حضراتكم. هنعجن فيها شوية كده، وهنغطيها وهنسيبها لحد ما تتخمر. طبعا كل واحد حسب حرارة الجو عنده. انا هنا حرارة الجو حار شوية، فهستنى نص ساعة بس. ممكن نسيبها شوية كمان لحد ساعة. اهي اختمرت عندنا. هنبل ايدينا بالمية ونبدأ نعمل الحركة دي بعد نص ساعة. الحركة دي بتقوي العجينة وبتخليها هشة جدا. شايفين الفراغات بدأت تطلع فيها. هنغطيها برضو نفس الطريقة وهنسيبها لحد نص ساعة كمان لحد ما تبدأ ترتفع تاني. شايفين شكلها عمل ازاي والفراغات عملت ازاي جواها. هنعمل ايه؟ هنبل ايدينا بالمية برضو نفس الطريقة، وهنعمل بقى الطريقة العكسية. هنتني كده. شايفين ازاي؟ هنغطيها. اهم حاجة نغطيها كويس، ما نخليش الهواء يدخل فيها خالص، ونسيبها نص ساعة كمان. شايفين شكلها والفقاعات اللي فيها حلوة ازاي؟ دليل العجينة هشة جدا. خلاص كده جاهزة. هنجيب ورقة زبدة ونرش عليها شوية دقيق ونحطها عليها كده. دي هتكفي معانا واحدة بس، حلقة واحدة بس. هنفتحها من النص كده. ممكن طبعا لو عاوزين تعملوها صغيرة مفيش اي مشكلة. لو عندنا بوفيه كده وعاوزين نعمل شكل حلو على السفرة او حاجة، ممكن نعملها كبيرة كده، نعمل كذا واحدة. طبعا هنضاعف الكمية ونعملها سندوتشات كده ونقطعها بشكلها حلو جدا. شايفين الفراغات اللي فيها دي؟ معناها تطلع خفيفة جدا. هنرش شوية حبة البركة حسب ما احنا بنحب طبعا، وشوية سمسم كده على الوش. الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي في العيش بالذات. هندخلها الفرن زي ما هي كده، درجة حرارة 200. بتقعد حوالي نص ساعة وتطلع بالشكل الجميل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وكريسبي كده من بره، ناشفة ومن جوه طرية جدا. هنفتحها مع بعض وهنعمل سندوتش جميل جدا. خليكم معانا. ممكن طبعا للناس اللي بتحب العيش المحمص نقطعها سلايسز كده ونحط عليها شوية زيت وندخلها الفرن او الاير فراير. يطلع محمص جميل جدا. ممكن ناكله مع زيت الزيتون او ناكله مع الريحان. الريحان اللي هي مفروم مع زيت زيتون كده، او مع الزيتون المفروم. شايفين حجمها بالنسبة لايدي كبيرة ازاي؟ انا بوريكم الحجم بتاعها ما شاء الله. دلوقتي هنبدأ نقطعها. شايفين طرية ازاي؟
انا هقطع جزء صغير عشان اخده اعمل بيه ساندوتش، بس عايزاكم تشوفوا ازاي هي طرية، شايفين وهشة ازاي، وريحتها جميلة جدا. شايفين فراغات ازاي خفيفة، هتعجبكم قوي، محمرة من هنا ومن هنا. هنبدأ بقى نجهز الساندوتش، هنفتحه كده فتحة. طبعا هنحشيه بقى كل واحد وحسب ايه رغبته، ممكن تحشي اي حاجة. شايفين جميل ازاي من جوه، طعمه حلو جدا، ولو استخدمتوا زيت الزيتون بيطلع طعمه حلو قوي قوي في العيش ده. انا هنا عاملة صوص الريحان، حاطة ريحان مع زيت زيتون مع ليمون، واضربه في الكبة لحد ما يبقى كده. بيستنى عندي عادي في التلاجة، ميجرالهوش اي حاجة، في برطمان مقفول. وهنا عاملة جبنة حلومي محمراها في زيت زيتون، للي بيحبوا الجبنة الحلومي يعني. ممكن نستخدم جبنة عادية عادي فيتا، أي نوع جبنة احنا بنحبه. هندلع الساندوتش كده بشرايح طماطم. شايفين شكله حلو ازاي. هنضيف كده واحدة جبنة حلومي عشان تظبط الشكل. هنا حاطة فلفل أصفر مكعبات، هنحط شوية من الريحان تاني. هنقفل كده الساندوتش. شايفين شكله حلو ازاي. انا بدوق الحتة الصغيرة دي طعمها لذيذ جدا. لازم تجربوا الساندوتش ده وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في أكلة جديدة، مع السلامة.